بنتي ليلى بقى كانت تعبانة وكانت حرارتها 39. رجعت هلكانة وعايزة أنيم البنت وأنام جنبها. فتحت باب الشقة لقيت صوت خبط في أوضة النوم بتاعتي، جريت لقيت الحاجة سعاد فاتحة دولابي وكل هدومي مرمية على السرير وعلى الأرض، قمصان النوم وعبايات بيتي، حتى شنطة المكياج كانت مفتوحة، وهي ماسكة قميص النوم الأحمر بتاع اللي كنت جايباه في عيد جوازنا وبتبصله بقرف كده. بصت لي وقالت لي إيه القرف ده؟ أنت بتلبسي كده لجوزك؟ انت عايزه تجيبي له السكر؟ انا مانيش عارفه ايه علاقه القميص الاحمر بالسكر. الرجاله عينهم زايغه وبعدين دولابك كله مكركب، وانا قلت اروقهولك. انا حسيت ان الدنيا كلها سودت في وشي. بنتي السخنه على كتفي، والست بتنتهك اوضتي وبتعيب على هدومي اللي جوزي اصلا بيحبها. صرخت في وشها باعلى صوت وقلت لها اطلعي بره، ده اوضتي وده حاجتي، انت ازاي بتتجرأي وبتدخلي الاوضه بتاعتي؟ ومين اداكي الحق انك تفتحي دولابي؟ راحت موقعه القميص من ايدها وقعدت على السرير وبتعيط بصوت عالي وعلت صوتها. بتقول لي ايه بقى؟ ايه بقى انا يا هدى اللي انا كنت بعتبرك زي بنتي تطردني من شقه ابني؟ ماشي يا بنت الاصول. قامت ماسكه التليفون بتاعها وكلمت كريم جوزي، قالت له تعالى يا كريم شوف مراتك بتطردني وبتهني في بيتك. كريم جه في 10 دقايق وشه احمر، وامه قاعده بتعيط وبتمسح دموعها. اول ما شافني صرخ قال لي انت اتجننتي؟ ازاي تعلي صوتك على امي؟ اعتذري حالا. بصيت له وانا بترعش. اعتذر ازاي بعد ما فتح الدولاب ورمت هدومي على الارض؟ قال لي وايه يعني زي امك كانت بتنضف لك بيتك. ساعتها بس فهمت ان انا لوحدي. قمت انا اخده بنتي، شلت ليلى بنتي واللي كانت بتعيط من الزعيق اللي كان بيحصل، لميت هدومي من على الأرض في شنطة وخدت بعضه ومشيت على بيت أمي. 3 أيام لا برد عليه ولا على أمه. أم قالت لي بيتك يا بنت وبنتك أهم، بس لازم تحط إيه حدود بينك وبينك وبين حماتك. رابع يوم كريم جه عينه حمرة من قلة النوم وقال لي أم غلطانة بس طريقتك كانت صعبة. قلت له بص يا ابن الحلال، أنا بحبك وبحترم أهلك، بس بيتي ده مملكتي، وسريري ودولابي ده عرضي، ولازم يبقى ده الأمان بتاعي، ولازم يبقى فيه خصوصية في بيتي، وده أوضة نومي. المفتاح ده لازم يرجع ليا تاني. أهلك يجولي وأمك تجيلي وعلى راسي وهشيلهم على راسي، بس لازم تخبط وتستأذن، يا كده يا تطلقني وتاخد بنتك، لأن أنا مش هعيش مذلولة عند حد. كريم دمع وقال لي حاضر يا هدى حقك عليا. وتاني يوم راح لأمه وأخد منها المفتاح بالذوق. قال لها يا أمي هدى ديت هدى دي اعتبرها زي بنتك. انت ترضي ان بنتك يتعمل فيها كده، ان حماتها تدخل اوضتها من غير استئذان؟ والبيت حرمة وكده. طبعا أمه زعلت وقعدت شهر ما بتكلمنيش.